يا ترى كام فيديو بتشوفه كل شوية وانت بتسكرول على السوشيال ميديا كده، والفيديو ده بيخليك تتحمس كده وتقول انا لازم اتغير، انا هقوم دلوقتي اكسر الدنيا، انا لازم ابني عادات جديدة لنفسي، انا لازم انهي كل العادات السيئة اللي انا بعملها كل يوم، لازم اسيب الموبايل، لازم ابطل سوشيال ميديا. الفيديوز دي فعلا تكون سبب ان انت تقوم وتاخد حركة وتاخد خطوة او اتنين، تعملها يومين تلاتة وفجأة بتلاقي نفسك هوب، كل حاجة راحت، كل الأهداف والطموحات والأحلام اللي انت بنيتها دي انهارت في أفكارك، ورجعت لكل حاجة انت كنت بتعملها قبل كده. عمرك ما سألت نفسك ليه دايما ده بيحصل؟ أنا أمنية فريحة، والنهاردة أول حلقة من أول يوم مع أول كتاب وهو Atomic Habits. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت إن احنا هنمسك كتاب نتكلم فيه لمدة شهر، غالبا هتكون 4 حلقات، كل حلقة هتكون يوم الجمعة بعد الصلاة. طيب خليني بقى أجاوب لك على السؤال المهم ده، وهو فكرة إن احنا ليه دايما لما بنيجي نغير عاداتنا أو بنيجي نحط عادات جديدة في حياتنا مش بنحاول أو مش بنكملها للآخر. الكاتب جاوبنا على السؤال ده بإجابتين، وهي إن احنا دايما بنختار نغير الحاجات الغلط، ونغيرها كمان بالطريقة الغلط. زي، خليك معايا شوية وانت هتفهم قدام. عشان اغير اي حاجه في حياتي ده بيمر بثري لايرز. اول لاير فيهم ودي اللي كلنا تقريبا بنشترك فيها هي الاوت كومز، فكره الريزلتس او النتيجه اللي بتظهر لي من اي اكشن انا باخده او من اي قرار انا بقرره. تاني حاجه هي البروسيس او السيستم اللي انا بكون حاطه لنفسي، يعني ايه الاكشنز اللي انا بعملها عشان احقق الريزلتس دي. الحاجه التالتة بقى ودي اعمق لاير هي فكره الايدنتي او فكره الهويه بتاعتنا. الهويه دي تشمل كل حاجه فيك، تشمل your principles your values، فكرة أفكارك، معتقداتك، التقاليد الاجتماعية اللي حواليك، فكرة الأحكام اللي احنا بنحكم بيها على الناس اللي حوالينا، your mindset، كل حاجة في تفكيرك، كل حاجة بتدور في مخك هنا ده بيعتبر your identity. أي حاجة هي في دماغك وتبدأ إن هي تنعكس على سلوكياتك وأفعالك اللي انت بتعملها. ليه بقى قال ان دايما الناس اللي بتكون معتمدة على الريزلتس او معتمدة على الاوت كم مش بيقدروا ان هم يكملوا في شكل كبير قوي في الحاجة اللي هم بدأوها؟ لاكتر من سبب. لان احنا مش بيبقى عندنا الصبر الكافي اللي يخلينا ان احنا نستمر في الحاجه اللي احنا بدأناها. الحاجه التانية ان انا ببقى بانيه سعادتي على الحاجه دي، يعني انا ما طلعليش بادي بيلدينج فانا حزينه بقى ومكتئبه جدا، ده بص انا رحت الجيم 3 4 ايام وفي الاخر ما طلعليش حاجه، ازاي ده؟ فابدا ان انا احبط واقرر ان انا اوقف كل حاجه علشان انا خاطر مش الحاجه دي مش نافعالي. او ان انا فعلا انجح وان انا فعلا اعرف اوصل مثلا للشيب اللي انا عايزاه في جسمي، بس الفكره ان انا نجحت نجاح لحظي، يعني انا مثلا وصلت للشيب بس خلاص الهدف خلص فانا وقفت بقى مكاني. فبعد ما وقفت ما بقاش عندي حاجه تشجعني للهدف الجديد او ان يبقى عندي حاجه مختلفه عايزه اعملها، فلاقي نفسي برجع فجاه لكل الحاجات القديمه اللي انا كنت بعملها قبل كده. في حاجه مهمه قوي بقى ذكرها كمان، وهي فكره ان الناجح والفاشل عندهم نفس الهدف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الفكرة اصلا ان نجاحك او ان انت توصل لحاجة في الاخر، الموضوع كله مش في الاهداف. يعني اي حد في الدنيا بيدخل لجنة امتحان من غير ما يكون هدفه ان هو ينجح او يعدي من الامتحان ده، بس في حد بقاله طول السنة بيحط سيستم كبير قوي، بروسس واكشن كتير قوي بياخدها في حياته عشان ازاي يذاكر وازاي ينام وازاي يصحى بدري، ازاي يشرب، ازاي ياكل، ازاي يعمل كل ده. وفي حد تاني كان مقضيها في لا لا لاند وعايش حياة عشوائية جدا، مش بيعمل فيها اي حاجة مفيدة. بس الاتنين داخلين وهم عندهم نفس الهدف. فالهدف مش هو الحاجة اللي بتفرق ما بين شخص ناجح وشخص فاشل، اللي بيفرق ما بينهم هو السيستم، هو البروسيس اللي هما بياخدوها. وهو ده اللي هو بيتكلم عليه، ان فكرة ان انا بدل ما اكون بحط لنفسي اهداف، الاهداف دي ممكن تكون عائق اصلا بالنسبة لي، ان هي لو ما حصلتش انا هكون تعيس، لو ما حصلتش بسرعة ممكن تحبطني. لا، انا اكون بحط اصلا حاجات صغيرة قوي في حياتي تبدأ ان هي تغير حياتي بشكل مستمر لقدام على المدى البعيد. الحاجة دي ممكن تكون صغيرة لدرجة ان هي تكون بس 1% كل يوم. لو انا كل يوم الصبح بقوم اعمل 1% انجاز في حياتي، انجاز مش في ان انا انجح، مش في ان انا مثلا اروح اكسب مليون جنيه، انجاز في ان انا اروق اوضتي، اروح اعمل لنفسي فطار بدل ما اطلبه من ماما، اروح العب رياضة 10 دقايق الصبح بدل ما انا اكون نفسي اروح الجيم واعمل فورمة وبتاع، 10 دقايق الصبح كل يوم اول ما اصحى. الحاجات اللي هي الصغيرة جدا مش هتأثر في يومك خالص، هي دي الحاجات اللي ممكن تخليك انك يبقى عندك سيستم مختلف. السيستم ده بيكون مكون من شوية اكشنز كتير قوي، الاكشنز دي هي اللي هتقدر تخليك تحقق الريزلتس اللي انت بتتمناها. كده نبقى احنا اتكلمنا على تاني لاير معانا وهي البروسيس. الحلو كمان في الموضوع هنا ان انت مش ضروري يكون عندك جولز، يعني في ناس بتبقى عايشه حياتها كده هي مش عارفه تحط جولز او هي ما عندهاش الامكانيه دي. فانت لو قدرت ان انت تعمل حاجات كويسه انت عارف ان هي كويسه وممكن تفيدك في حياتك، فاعملها وهتلاقي نفسك انك استفدت قدام حتى لو انك مش حاطط هدف. The third layer معانا بقى هي الأعمق ما بينهم، هي فكرة الايدنتي. فكرة ان انا بس مش هكون بحاول ان انا احدد اهداف لنفسي او اكون باصص على الريزلت او
او مش بس كمان ان انا اكون باخد اكشنز وبحاول ان انا اقوم واخد خطوة واجبر نفسي عليها، لا ده انا كمان بغير تفكيري اصلا في الحاجة دي. يعني انا مثلا لو انا بجبر كل يوم نفسي ان انا اروح الجيم والعب رياضة وبتاع وانا بعصر على نفسي مليون ليمونة، هاجي في حتة الكونفليكت اللي ما بين الايدنتي بتاعتي وما بين الحاجة اللي انا بعملها دي هيوقفني. بمعنى ان انا مثلا لو انا بكره الرياضة جدا وشايفة اصلا انا كل ما اروح الجيم ريحة الناس بتبقى وحشة جدا وانا مش طايقة نفسي وبصحى كل يوم وانا عصر على نفسي ليمونة وحاجات كده، انا بجد مش حابة الموضوع، بس انا جبرة نفسي عشان خاطر اخس. انا عندي هدف، عايزة اخس عايزة اخس عايزة اخس، فبحاول ان انا اعمل اكشنز زي ما انتي قلتي والسيستم والكلام الحلو ده كله. بس الفكرة ان انا هاجي في حتة والاقي نفسي مثلا اصلا انا عندي شغل النهارده فمش رايح الجيم، اصلا انا اهلي جايين لي فمش رايحه الجيم، اصلا انا خارجه مع صحابي فمش رايحه الجيم. فهلاقي نفسي ان في عوائق كتير، الكونفليكت والافكار والمعتقدات اللي في دماغي بلس الحاجات اللي بتحصل حواليا هتبدا ان هي تخليني ان انا اقلل ده لحد ما الاقي نفسي بستوب وبرجع تاني لكل الحاجات اللي انا اتعودت عليها زمان. ده ليه؟ لاني اصلا ما غيرتش من الاول التفكير بتاعي ناحيه الجيم، ما خليتهوش ان هو حاجه حلوه انا حباها، لا بالعكس انا ستيل كرهاه، فانا مش عارفه ان انا احبه. على عكس تماما بقى لو انا مثلا قررت في يوم ان انا هروح الجيم وفعلا طلع فيه ريزلتس كويسه وبقى عندي سيستم وبقيت بروح 3 ايام في الاسبوع ومواظب والدنيا حلوه وجميله، ففجاه لقيت نفسي ان انا بقى عندي شيب في جسمي حلو قوي عاجبني، فبقيت براود قوي بنفسي وبقيت فخوره. فانا بقيت كين قوي، بقيت عايزه احافظ قوي على الشيب اللي انا وصلت له ده. بدأت ان انا اعمل كل حاجة، اغير كل السيستم حوالين الجيم بعد ما هو كان حاجة مستفزة جدا بالنسبة لي، اتحول بقى حاجة حلوة قوي في حياتي. بدأت ان انا افكر في ان الجيم ده هو سبب سعادتي، هو اللي بيحسن لي مودي، هو اللي بيطلع الطاقة السلبية اللي جوايا، هو اللي بيخلي شكلي حلو. فبقى سبب فخر بالنسبة لي ان انا اقول على نفسي ان انا رياضية. رياضية ليه؟ لان انا بقى عندي اثبات ان انا بقالي 6 7 10 شهور بروح الجيم مواظبة. فكرة ان انا مع ان انا عندي اثبات ان انا بروح الجيم، فمع الوقت بقى عندي عادة. العادة دي اتبنت من خلال ايه؟ من خلال ان انا اخدت اكشنز، بنيت لنفسي سيستمز، السيستم ده خلاني ان انا اوصل لريزلتس صغيرة، الريزلتس دي خلتني ان انا بقيت فخورة بنفسي، غيرت لي تفكيري خلاني ان انا اكون حابة الحاجة دي، بدأت ان انا اكمل فيها. فبدأ ان الهوية تتبني، بدأ ان انا بعد ما كنت شخصية كارهة الجيم، لا ده انا بقيت شخصية رياضية اصلا. مع تكرار الفعل ده الهوية دي بتزيد، فالعادة دي بتستقر وبتتملك من شخصيتك اكتر، ان انت خلاص ما بقيتش قادر تعيش من غير الرياضة في حياتك. فالحاجة المهمة قوي بقى اللي قالها ان انت لو عايز تغير حياتك او عايز ان انت تبني عادات جديدة في حياتك، ما تقولش انا عايز اعمل ايه او ايه الاهداف اللي انا عايز اوصل لها او ايه الريزلتس اللي انا عايز اعملها. قول انا عايز ابقى مين، انا مين، ايه هويتي، ايه الايدنتي بتاعتي، ايه افكاري، ايه معتقداتي، ايه الحاجات اللي انا بعملها في حياتي. لو انا هبدأ ان انا اغير ده ناحية كل حاجة انا بعملها، هبدأ فجأة ان انا الاقي سلوكياتي بتتغير. فانا هسأل نفسي الاول انا مين وانا عايز اكون ايه، واللي انا عايز اكونه ده ان انا اخد من خلاله شوية اكشنز تبني لي سيستم، السيستم ده هيخليني ان انا اعرف اخلق لنفسي هوية. اوكي احنا لازم نقتنع كلنا ان احنا كلنا بني ادمين، كلنا عندنا عادات وحشه. اكزامبل حلو قوي قال ان انت لما بتيجي تدخل انتخابات ويبقى فيه فوتنج على شخص معين مثلا زي رئيس الجمهوريه، فرئيس الجمهوريه ما بينجحش ب100% تصويت، هو بينجح بالاغلبيه. فهو الحلو ان انت تكون عندك اغلبيه حياتك كويسه، اغلبيه حياتك فيها هابتس كويسه، وفي نفس الوقت في شويه حاجات وحشه كده بنضيع فيها وقت زي السوشيال ميديا وزي كده. حلقة النهاردة هتكون خلصت، واتمنى بجد ان انا ما كنتش تقيلة عليكم، عارفة ان الفيديو طول شوية بس بجد اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. يا ريت ما تنسوش ان انتوا تسيبوا الكومنتس بتاعتكم وتقولي رأيكم ايه في الحلقة، وتعملوا فولو علشان خاطر ان احنا نكمل مع بعض الكتاب لحد اخر الشهر في الاسابيع اللي جاية. يومكم كله سعادة، باي باي، بحبكم جدا.